لو انت في الغرافه وعايز تاكل سمك تعال اقول لك تروح فين. مطعم المسكر فاتح بقاله اكتر من 15 سنه في الغرافه. يا ترى يستاهل التجربه ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. سلطه جرجير، بابا غنوج، طحينه، بتنجان مدحرج، بتنجان مقلي، شويه مقبلات تفتح لك نفسك قبل ما تاكل. طبق البتنجان المدحرج ده احسن طبق مقبلات عندهم. واضرب يا معلم. وبعدين جربنا الاطباق الرئيسيه وبدانا بشوربه الكريمه وشوربه توم يام، والكريمه كانت احسن واحده فيهم. ده طبق برياني روبيان سعره 90 ريال بيكفي 3 اشخاص. طعمه حلو قوي بصراحه، مع الرز مع الجمبري مع شويه جرشه بتاع البصل اللي محطوط على الوش دي مديها طعم جامد. طبق رز صياديه بالسي فود بيكفي شخصين، سعره 50 ريال. السي فود طعمه حلو جدا، المشكله بس في الرز محتاج شويه تظبيط. كفته الجمبري والسي فود هي طعمها مش كفته، مش مديه على كفته كده، وفيها قطع صحيحه مش مفرومه جامد. طعمها تحس مدي على القرنبيط شويه، ما كيفتنيش بصراحه. طاجن سي فود بالصوص الاحمر سعره 45 ريال، وطاجن سي فود بالصوص الابيض او البشاميل سعره 65 ريال. بص الكميات حلوه، الطاجن بتاع الصوص الابيض ده طعمه حلو قوي، طعم الكريمه فيه حلوه مع الجبنه اللي محطوطه على الوش مديها شده كده حلوه، والطعم بصراحه جامد. احسن من طاجن ده كيلو دينيس وده القاروص، سعر الكيلو 60 ريال، بيجي مشوي بس ما بيجيش معاه اي حاجه. احسن حته في السمكه الحته اللي في النص دي، طعمها رائع. ده جمبري سنجاري، كابوريا بالبشاميل، بلح البحر بالبشاميل، والباتر فلاي. جمبري باتر فلاي، وده جمبري سنجاري. اطلع. الجمبري ده السيجنتشر بتاعهم، هما فاتحين الجمبريايه وفردينها وبعد كده قالينها، بس طعمها حلو جدا. والجمبري السنجاري نفس الكلام، محدش بيعملها غيره. الجمبريه مفتوحه من النص ومحشيه خضره، وعلى الوش فيه جبنه موتزاريلا.